وصلت الآن للفندق الثلجي في وادي تومك في النرويج. يبعد هذا المكان تقريبا عن ترومسو حوالي ساعة ونصف. أول ما تدخل هذا الفندق بالاستقبال تلقى قاعة الفيديو، حاطين فيها الطاولات وهنا يعرضون لك فيديو. الفيديو يتكلم شلون يصممون الفندق، شلون يبنونه. الفكرة انهم يحطون بالون كبير جدا هنا، ثم يرشون الثلج فوق البالون، وبعد ما يجمد هذا الثلج فوق البالون ينسمون البالون هذا، ينقصون هواء ثم يسحبونه. بعد ما يسحبون البالون يبدون بالنقوش. وهنا القاعة الثانية، قاعة الاستقبال. هنا يقدمون لك مشروب بكيسان ثلج، وأيضا شوفوا هنا حتى المناظر والطاولة كلها ثلج. تقدر تستأجر هذه الغرفة، قيمة الغرفة $1300 لشخصين، يستقبلونك من المطار ولك جميع الوجبات ولك بعض الأنشطة مثل رصد الشفق القطبي، وأيضا جولة هايك في الجليد، إضافة إلى أحد الأنشطة الرئيسية هنا مثل زلاجات حيوان الرنة أو زلاجات كلاب الهاسكي عزكم الله أو الدبابات الثلجية. وبعد كذا يرجعونك إلى ترومسو مرة أخرى. في كل غرفة فتحة فوق في السقف، هذه لأن حرارة أجسادنا قد تؤثر على الجليد، وبالتالي حطوا هذه الفتحات حتى يتم تغيير الهواء بشكل تقني جميل. طيب شلون ننام بهالبرد؟ على فكرة درجة الحرارة داخل الفندق أقل من درجة الحرارة خارج الفندق. هنا درجة الحرارة ثابتة 5 تحت الصفر، أما خارج الفندق تصل أحيانا إلى 35 تحت الصفر، وأيضا فيه رياح، فيه عواصف ثلجية، وهنا هدوء. النوم هنا بيكون سهل طبعا، مثل ما تشوفون سريركم ثلجي، وتحت السرير هذا بالوسط حاطين لهم مرتبة. خلونا نوريكم الحين. هذه المرتبة حاطين هنا المفرش ثم الجلود. بعد كذا يجيبون لك سليب باج يتحمل درجات حرارة منخفضة جدا. طريقة كنس وتنظيف الفندق الثلجي بالشكل هذا، يشيلون الآثار الموجود. طبعا واحد شرب عصير وكب العصير هنا. ميزة عندهم ان كل سنة يحطون نقش جديد وشكل جديد، نفس الفكرة بشكل عام، ولكن النقوش والترتيب يكون مختلف. 31/3 ميلادي يتم إغلاق هذا الفندق ثم يتم إزالته. يغلقونه من باب السلامة، يخشون أنه يبدأ بالذوبان.